أكتر الحلويات اللي أنا باحبها وتقريبًا قريّبة لقلوبنا كلّها هي البيتي فور. الناس اللي بتخاف تعمله على فكرة ده بسيط جدًا، جدًا، جدًا وسهل، وعلى فكرة مش مكلّف برضه زي ما إحنا بنشتريه من برّه. الأسعار اللي إحنا بنسمعها دلوقتي أسعار خرافية. الكمية اللي قصادكم دي اللي في الطبق حوالي كوبايتين، لكن أنا لسه عندي كوباية دي معمولة تانية بيتي فور، فمعمول لي صاج الحمد لله محترم كده يقضّيني أنا وجوزي وولادي، وما اتكلّفتش طبعًا الأسعار الخرافية. تعالَ أقول لِك المكونات الجامدة جدًا. أول حاجة طلّعت 300 جرام من الزبدة دي جَنّ على كريستال، الباقي من دي والباقي من دي، قد إيه حوالي كوباية واحدة كبيرة كده محترمة من المجّات الكبيرة. سِبتها قبل ما أضربها كده ساعتين قبل ما أحُط عليها قبل ما أحُطّها في الكبة وحطيت عليها كوباية سُكّر بودرة وضربتهم. هانزّل عليهم 2 بياض بيضة كاملين، 2 بيضة كاملة وأحُط عليهم صفار بيضة واحدة بس، وأحُط عليهم رشة فانيليا ورشة من البيكنج باودر وهاضربهم كويس جدًا. طبعًا أنتِ لو عندِك عجّان أو عندِك مضرب بيض هيوفّر عليكِ كتير جدًا. بنفس الكوباية اللي عايرتِ بيها سُكّر البودرة وعايرتِ بيها الزبدة، يعني هي نفس الكوباية دي عايرتِ بيها الزبدة هي نفس الكوباية، حُطّي بيها كوبايتين إلا ربع سوري 3 كوبايات من إلا ربع من الدقيق متعدد الاستخدامات وعليه رشة ملح، وهانزّل عليه الخليط واعجن شوية. لو لقيتها لسه ملزقة جامد أوي، هانزّل عليها معلقتين من الدقيق. ينفع نبدّل الزبدة كلّها بسمنة؟ لأ طبعًا هتفصل منِّك ومش هتبقى حلوة. تقدري تشيلي معلقتين من الزبدة وتحطّي مكانهم سمنة. أخلطهم كويس أوي. جِبت الكيس الحلواني، لإن أنا كنت دايخة عليه الكيس الحلواني القماش والحمد لله جِبته وطلع رخيص ب45 جنيه. لو عايزين تعرفوا منين اكتبوا لي في التعليقات. وجِبت كمان معاه شكل الوردة طلعت حلوة جدًا. العجينة ما فرولتش معايا، ما فصلتش الزبدة عن الدقيق، ما لزقتش، لأ جميلة وحلوة جدًا. طب أنا بعد ما خلصت الصاج ده اكتشفت إن أنا ما عملتش بالشوكولاتة. طب أنا هاعمل إيه بعد ما العجينة اتعملت؟ تعالَ أقول لِك الفكرة اللي أنا وصلت لها وهي فكرة سهلة ولذيذة. هاعمل إيه، طبعًا أنا هاضيف كاكاو. النوع الكاكاو اللي أنا باضيفه كاكاو أسباني لازم تشتريه من مستلزمات حلواني أو عطار بيبعد الحلويات بتاعته عن العطارة عشان ما تشمِّش. بعد ما هتشوفوني دلوقتي بعد ما جِبت العجينة بعد ما أخلّص الصاج ده الوريدات قدّامكم، عايزة أعجن الكاكاو. طب ما العجينة عندي معمولة، هاعمل إيه، هانزّل عليهم معلقتين من السمنة. ما ينفعش تحطّي عليهم زبدة سايحة خالص، كده هتخلّي العجينة بتاعتِك تفصل. واعجنهم كويس جدًا لغاية ما العجينة بتاعتي العجينة البيتي فور تشرب كل الكاكاو. أنا كنت بانزّل الكاكاو تدريجيًا لغاية ما أوصل للدرجة المطلوبة اللي أنا عايزاها. خلاص كده هم معلقتين بالضبط من الزبدة على معلقتين الكبار من الكاكاو، قلّبتهم وخلاص تمام. تعالي بقى الحركة اللي أنا باحبها جدًا، 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 ممكن الناس تتريق عليَّ فيها وتقول عليَّ عريّلة، بس أنا باحبها أوي. باسيب دايمًا حتّة من العجينة البيضا في العجينة اللي هي البيتي فور العادية من غير شوكولاتة، واحط بعد كده عجينة الشوكولاتة عشان أنزّل البيتي فور اللي أنتم هتشوفوه ده. بيتي فور بيكون mix بين أهو زي ما أنتم شايفين، البيتي فور الاتنين مع بعض، الشوكولاتة على الفانيليا العادي جدًا، وبعد كده بينزل عادي شوكولاتة حلو أوي. طب إيه ده هي ما بنخش الفرن على درجة إيه؟ ما قُلتيش الحاجات دي. تعالَ أقول لِك دخّلته الفرن سخن على درجة حرارة 160 على الرف اللي قريب من الشبكة لمدة 10 دقايق، لغاية ما التحت ياخد اللون المصفر شوية، وبعدين أنا باحب أخلّيه ياخد لون من فوق تحت الشواية. طيب هنزيّنه إزاي؟ أدي شوكولاتة بيضا وأدي شوكولاتة بُني، هتحطّي في كل كيس منهم بعد ما تبشريهم. أنا استخدمت سما معلقة زيت وتقفلي الكيس كويس جدًا وهتحطّيهم في حمام مائي، هتلاقيهم في خلال 5 دقايق دابوا وبقوا سايحين جدًا ومش هيتكتلوا، وكمان مش هيجمدوا بسرعة. وجبت طبعًا فراولة وجبت سوداني. هاعمل إيه، هاحشي كل واحدة من البيتي فور اللي عندي فراولة كده مربى فراولة حلوة جدًا، وعصافر فراولة وعصافر سوداني والفرماسيل وهكذا. هاعمل شوية كده أعوصهم بالفراولة وأحطهم في الفرماسيل والسوداني لغاية ما الشوكولاتة تسيح خالص. أنا باحب أحطهم في فناجيل أو الطواجن عشان يفضلوا محتفظين بالحرارة بتاعتهم. خلّصتهم كلّهم حشيتهم بالمربى، وبعد كده جبت شوية كمان chocolate chips هاحطهم عليهم هيبقى شكلهم حلو مع الفرماسيل. تقدري تزينيهم بأي شكل، لو عندِك فستق، لو عندِك لوز بيبقى حلو جدًا، جدًا مع الفستق، بيبقى لونه حلو أوي كمان الأخضر. ولو عندِك أي صوصات تانية تقدري تحطيها عليهم بعد ما بتحطي الشوكولاتة، بيبقى شكلهم حلو. التزيين دي حاجة بتاعتِك. بس لو عجبِك طريقتي ما تنسينيش بدعوة حلوة في التعليقات تقولي يا آية يا بنت فاروق ت تعملي كل حاجة أنتِ عايزاها وربنا يرضى عنِّك. يالّا مع السلامة.